في الدرس ده هنبدأ مع بعض ناخد مصطلح مهم جدًا، وناس كتير جدًا بتسأل عنه، وعامل أزمة في دماغ ناس كتير للأسف اللي مش فاهماه كويس، أو بيختلط عليها الأمر بينه وبين حاجات تاني، وهو الleverage أو الرافعة المالية. إحنا يعتبر فهمناها كده كروكي يعني من الدروس اللي فاتت، ولكن خلّينا بقى ناخدها بشيء من التفصيل، ونفهم إن الرافعة المالية دي هو عبارة عن سلاح ذو حدين. هو المضاعفة في قوة الشرا بتاعتك، دي القدرة الشرائية بتاعتك، أنت دلوقتي زي ما قُلنا معاك $1000، الرافعة المالية دي هي اللي بتدّي لك الأريحية إنك تقدر تشتري وتبيع في السوق ب$100,000 وممكن أكتر كمان، ماشي؟ فزي ما هي حلوة إن أنت هتقدر تدخل براس مال كبير جدًا، زي ما هي برضه مش هتقدر تتحمّل خسارتها، لإن أنت خسارة لو خسرت من ال100,000 دي 1000 بس، فأنت بقيت صفر، لإن أنت مش هتدخل على ال100,000 بتاعة البروكر اللي هو ادّاها لك، ولو كسبت 1000 فأنت ضاعفت راس مالك، فهي زي ما قُلنا لو أنت أحسنت استخدامها فأنت هتكسب كويس جدًا، ولو أنت أسأت استخدامها فللأسف هتزعل هتبعت لنا رسايل زي ما إحنا قُلنا والحقونا والكلام ده. فيالّا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور خالد البربري، ودي دورة تعليم التداول في الفوركس للمبتدئين. طيب، هناخد الرافعة المالية ونعرف إيه هي الرافعة دي، إيه هو مفهوم الرافعة. الرافعة المالية دي أو الleverage هي أداة بتتيح ليك التداول بمبالغ أكبر بكتير من راس مالك، ماشي؟ والرافعة المالية دي بتبقى عبارة عن نسبة مئوية، يعني بتبقى مكتوبة مثلًا 1 ل100، 1 200، 1 300، وهنفهم مع بعض بالتفصيل ده. بس ده معناه إيه؟ معناه دلوقتي لو افترضنا إن أنت الرافعة بتاعتك أو الleverage قيمة المضاعفة بتاعتك 1 ل100، فده معناه إن كل دولار في حسابك يقابله قوة شرائية $100 من الوسيط، يعني يقدر يفتح لك صفقات ب$100. فلو أنا حسابي $1000 والرافعة المالية بتاعتي 1 ل100، يبقى أنا أقدر أفتح صفقات بكام؟ أضرب 100 في 1000 يبقى $100,000. تمام؟ فزي ما قلنا إن الرافعة دي هي القدرة بتاعة المضاعفة، القدرة بتاعتك على إنك تقدر تفتح صفقات أكتر. كل ما الرافعة المالية زادت، كل ما أنت بقى عندك كمية فلوس أكتر افتراضية، يعني تقدر تفتح بيها صفقات أكتر، وبالتالي لو كسبت هتكسب أكتر، لكن لو خسرت أقل نسبة خسارة هتتضرب في الرقم الكبير ده، فطبعًا هتسبب بالنسبة لك مشاكل كتير جدًا. طيب، بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لك إن أنت لو أنت دلوقتي عندك تداول بدون رافعة، يعني إيه؟ يعني 1 ل1، يعني أنا باتداول براس مالي، ده اسمه الspot، بتداول spot، ماشي، من غير رافعة مالية. فأنت دلوقتي مثال بقى، خلّينا نرجع بقى لمثال العربية اللي إحنا قُلناه. مثال العربية لو إحنا فاكرين في الدروس اللي فاتت، كنا قُلنا إن المعرض وافق على إن أنت تاخد العربية بكام؟ اللي أم $1000 دي بعربون كام؟ بعربون $100 بس، اللي كنا مسمينه الmargin، صح؟ فاكرين محمد والمثال أهو أهي في المثال اللي فات. طيب، يبقى إذًا في الحالة دي أنت كل $100 عندك تقدر تدّيك عربية تبيع وتشتري فيها بكام؟ ب$1000. يعني كام ضعف؟ يعني في المثال ده كده المعرض يعتبر عامل لك رافعة مالية كام؟ مزوّد لك راس مالك كام؟ 10 أضعاف. يبقى هنا الleverage بتاعتك تساوي 10، صح كده؟ أو 1 ل10، يعني كل دولار عندك ب10 إيه؟ تقدر تستخدم $10 قصاده، يعني ال$100 بتاعتك تقدر تستخدم $100,000 سوري $1000 إيه؟ قصادها. ده كده الرافعة المالية في المثال ده. إذًا العربية الواحدة زي ما إحنا قُلنا تقدر تحجزها بإيه؟ بال$100 دي. طيب، لو أنا الرافعة المالية هنا 20 ضعف، أو الرافعة المالية بتاعتي الleverage 20، 1 ل20، يبقى أنا هادفع كام قصاد إن أنا آخد ال$1000 دي، أو القيمة العربية أم $1000؟ هادفع 50 بس. ليه؟ لإن 50 في 20 ضعف هتساوي ال$1000، فأقدر آخدها، وبالتالي ال$100 بتاعتك تقدر دلوقتي تجيب لك إيه؟ عربيتين، مش عربية واحدة، صح؟
إذن كل ما الرفعة زادت كل ما أنت تقدر تحجز عربيات أكتر. العربيات دي خلينا نقول بقى إن إحنا في الفوركس ما عندناش عربيات، عندنا حاجة اسمها عقود أو لوتس. اللوت ده هو الوحدة، هنشرحه بالتفصيل طبعا في درس تاني، ولكن خلينا دلوقتي على المثال بتاع العربية. يبقى العربية بالنسبة لي واحد عربية تساوي واحد لوت، تمام؟ فبناء على قيمة الرفعة المالية واحد لكام، أنا أقدر أعرف أنا هقدر آخد كام عربية تاجر فيهم. كل ما الرفعة دي زادت كل ما أنا إيه؟ كل ما أنا أقدر آخد عربيات أكتر، تمام؟ طيب نرجع تاني للمثال بتاعنا. ففي المثال بقى هنا بقول لك لو أنت بدون رفعة، لو أنت بتداول سبوت، ده بقى الفرق بين السبوت وبين التداول بالهامش او بالرفعه الماليه. لو انا بتداول سبوت يبقى انا عشان اشتري حاجه معينه، اشتري العربيه لازم معايا ال1000 دولار كامله عشان اقدر اخدها من المعرض، صح كده؟ لان انا واحد لواحد الدولار بتاعي هو القيمه، فانا لازم اشتريها كامله. فلو انا النهارده داخل عايز اشتري على اليورو دولار مثلا، واليورو دولار ده قيمته مثلا 1.15 من 100، قول 5 1 5 3 4 مثلا، يعني دولار و15 سنت، اللي هو الواحد دولار، واحد يورو بايه؟ بدولار و15 سنت. انا عايز اشتري عقد لوت، اللوت على اليورو معناه 100,000 يورو. هو في الفوركس كده، وهناخد الحسبة دي بعد كده، يعني هناخدها بالتفصيل. بس اللوت احنا مثلا في مثال عربية عرفنا ان واحد عربية ب1000 دولار، يبقى قلنا ان واحد عربية بواحد لوت، ماشي؟ دي الوحدة. هنا في الفوركس واحد لوت يساوي 100,000 من العملة الأساس. احنا بقى ناس شاطرة، خلاص عرفنا ان العملة اللي على الشمال دي اسمها البيز أو عملة الأساس، وعرفنا ان العملة اللي على الشمال دي اسمها الكوتا أو عملة التسعير، صح كده؟ فالنهاردة لو أنا عايز أشتري لوت، واحد لوت اسمه واحد لوت ستاندرد أو لوت قياسي، يبقى أنا كده محتاج إن أنا أشتري كام؟ يبقى أنا كده عايز أشتري كام يورو؟ عايز أشتري 100,000 يورو، صح؟ يبقى أنا لازم رصيدي يكون كام في الحالة دي؟ لو أنا عايز أشتري 100,000 يورو لازم رصيدي يكون كام دولار؟ لازم رصيدي يكون، هنضرب الرقم ده بقى في 100,000، صح كده؟ يبقى 100,000 يبقى إيه؟ أدي 1 2 3، يبقى أنا محتاج هنحرك العلامة بقى إيه؟ 5 أصفار، 5 3 4 0، يبقى أنا محتاج إن أنا يكون معايا 115,340 دولار عشان أقدر أشتري ال100,000. يبقى حضرتك عشان بس مجرد تفتح واحد لوت على يورو دولار لازم يكون حسابك في 115,340 دولار دلوقتي. هل بقى حضرتك رصيدك 100,000 دولار؟ أكيد لأ، صح كده؟ طيب لو أنا بقى الرفعة بتاعتي 1 ل100 وعايز أجيب نفس القيمة، يبقى أنا كده محتاج كام؟ كل اللي أنت هتحتاجه مش هتحتاج بقى 100,000، أنت هتحتاج إيه؟ 1000 واحدة، صح؟ لأن أنت دلوقتي بقيت إيه؟ ال1000 بتاعتك مضروبة في 100، يعني من الآخر هنقسم الرقم ده على 100 يطلع لك القيمة بالظبط اللي أنت عايزها. ليه؟ لأن هو بقى مديك رفعة مالية. طب لو هو مديك رفعة 1 ل500، أنت محتاج الرقم ده على 500، يعني عشان تشتري 100,000 يورو فأنت محتاج حوالي 200 240 إيه؟ 240 دولار. نقسم الرقم ده 115,340 على 500، شوف بقى يطلع معاك كام؟ مش عايزين نضيع وقت في الحسابات. المهم يطلع لك سكة 240 دولار 230 حاجة في الرينج ده. ايه ده؟ يعني انا يبقى رصيدي 200 وحاجه دولار اقدر افتح لوت على اليورو دولار؟ اه طبعا تقدر تفتح لوت. ليه؟ عشان الرفعه بتاعتك 1 ل500. طب لو انا الرفعه بتاعتي 1 ل100 يبقى انت محتاج يكون رصيدك في حوالي 1000 وشويه دولار. هو مش هيبقى 1000 دولار على فكره، هو هيبقى 1000 153 دولار بالظبط. ليه؟ لان انت بتشتري بالدولار، فانت هتحتاج عشان تجيب 1000 يورو محتاج 1153 دولار، عشان بس الايه المثال هنا هو مكتوب بالدولار كده يعني كروكي، تمام؟ فدي مفهوم الرفعه الماليه. فزي ما قلنا الرفعه الماليه هي قدرتك على شراء او قدرتك على تضخيم راس المال او القدره على تضخيم راس المال، تمام كده؟ لو انا رصيدي 100 دولار او 1000 دولار ورفعتي 1 ل100 يبقى انا اقدر افتح صفقات بالقيمه ايه؟ بالقيمه الكامله اللي هي ال1000 دولار بتاعتي في ال100 بتاعت الرفعه الماليه، تمام؟ طيب ليه بقى احنا قلنا ان هي سلاح ذو حدين؟ احنا كده فهمنا، خلينا ناخد بالارقام بقى ليه الرفعه الماليه سلاح ذو حدين. تعال ناخد مثال. محمد دلوقتي ماشي
المعرض قال له والله أنا هادّيك رفعة 1 ل10 ماشي، يعني كل دولار من عندك ب10 أضعاف، فهو محمد معاه $100 فراح خد العربية أم $1000 عادي جدًا، هي دي العربية، السلام على رسول السلام، ماشي، آدي $1000 بتاعة العربية، حلو كده، فمحمد ال$100 اتحجزت خلاص كمارجن وهو خد العربية وراح باع العربية. محمد ده راجل شاطر وبياع ولقى زبون تاني راح بايع له العربية دي إيه، أهُم بيسلموا على بعض deal، راحوا بايع له العربية ب$2000. كده محمد كسب كام؟ كسب 1000 وخد ال100 الأصل بتاعته ورجّع 1000 لمين؟ للمعرض، تمام؟ حلو جدًا. طيب نفس المثال ده لو المعرض مدّي له 1 ل100 بقى، فمحمد معاه $100 كده محمد يقدر يعمل المثال اللي إحنا قُلناه ده في كام عربية؟ يعني ال$100 تقدر تحجز له كام عربية؟ تقدر تحجز له 10 عربيات، 10 عربيات. ليه؟ لأن الواحدة هتحجز منه $10 بدل $100 صح كده؟ فلما حجز ال10 عربيات وراح باع كل عربية وكسب في كل واحدة $1000 فهو رصيده كان $100 وعمل بروفيت $10,000. ايه ده؟ ينفع؟ ينفع. هو مدينه الرفعة دي، يعني من $100 ممكن اعمل $10,000. ينفع. بس في المقابل بقى دلوقتي محمد في المثال الاولاني ده لو كان ملقاش مشتري واضطر يبيع العربية ب$900 كان خلاص خالصين كده، هيبيع العربية ب$900 فمعاه أريحية $100 لإيه؟ عشان يقدر يرجع $1000 تاني للوسيط أو للمعرض. لكن في الحالة دي أنت عندك 10 عربيات، لو سعر العربية الواحدة نزل $10 بس بقى 990 محمد رصيده بقى صفر. فزي ما كان هيكسب آلافات مؤلفة ممكن يخسر في لحظة، لأن سهل جدا حاجة ب1000 تبقى ب990، حاجة سهلة جدا يعني مش محتاجة إن أنت يعدي وقت ولا مدة زمنية طويلة صح كده؟ فمجرد ما نزلت ال$10 دي هو إيه؟ هو خسر ال100 كاملة لأن 10 في 10 عربيات فال$100 راحت. نفس القصة لو قلنا المثال ده على الفوركس أو أزواج الفوركس. النهاردة أنت اشتريت الذهب ب4000، بلاش الذهب، اشترينا يورو دولار ماشي، والرفعة 1 ل100 خلاص، وأنت دلوقتي رصيدك $1000. $1000 دي ورفعتك 100 يبقى أنت يعتبر معاك كام؟ 100 في 1000 ب100000. يعني أنا أقدر أشتري إيه؟ 100,000 يورو صح كده؟ طيب اشتريت ال100,000 يورو، لو سعر اليورو اتحرك هو مثلا كان 1.1523 مثلا، اتحرك ل1.1623 كده اتحرك قد ايه؟ اتحرك اللي هو السنت ده صح؟ هو كده اتحرك يا جماعه 100 نقطه، والنقطه دي هناخدها في درس تاني. من 523 دي 623 دي 100 نقطه. 100 نقطه دي يا جماعه اليورو دولار وانت شاري 100,000 هتلاقيها طلعت كام معاك؟ هتلاقي ان انت كده خسرت ما يعادل $1000 لان النقطه هتلاقيها بتعادل $10. طيب عرفناها ازاي؟ هنفهمها لما نيجي للبيب، هنفهم الحسبه دي ازاي، هي حاجه سهله يعني. ولكن بالعقل انت دلوقتي 100,000 يورو ماشي، اليورو الواحد قول نزل 10 سنت، 10 سنت في 100,000 اضرب الرقم هتلاقيها طالعه 10 سنت في 100,000 ولا قول سنت، هو نزل هنا سنت اقل من السنت كمان يعني قرب على السنت، سنت في 100,000 ب$1000. فهمنا؟ فلو انت متلخبط من المثال ده خليك في المثال ده عشان تفهم القوة بتاعة الرفعة المالية، زي ما هي قوية في المكسب زي ما هي برضو في الخسارة للأسف هتخسرك كتير هتزعلك حسابك كله وهتصفرك في ثواني. تمام؟ ان شاء الله المره الجايه هنبدا ناخد اللوت بالتفصيل وناخد ايه هي البيب اللي احنا بقى من اول الدروس عاملين نقول لوت بيب لوت بيب، هنفهم ايه اللوت والبيب وهنعمل سامرايز كده او مراجعه تاني لكل اللي احنا قلناه بحيث ان حتى المثال ده انت تبدا تفهم بقى الارقام جت منين. كده احنا خلصنا الدرس ده، ان شاء الله نتقابل الدرس الجاي وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.